حياكم الله. استفتاء كردستان العراق بدأ رغم مخاوف إقليمية ودولية بأن يقوض الاستقرار ويشعل العنف في المنطقة. تركيا ومن قبلها إيران هددتا الدولة الجديدة في حال تشكيلها بإغلاق الحدود وفعلت. الدول الكبرى تقول إن الاستفتاء حق مشروع، ولكن يجب ألا يكون أحادي الجانب وألا يخرج عن الإطار السلمي والحوار، ويجب التفاهم مع بغداد. كل ذلك اعتبره البعض تصريحات دبلوماسية. مناورات إيرانية تركية على الحدود تهدد بالعمل العسكري بعد الاستفتاء في حال حدوث أعمال عنف، ولكن على ماذا تستند بغداد بتوقعها حدوث أعمال عنف؟ أم أن هناك من يحمل مسلة ليحيك بها أمرا ما؟ في محورنا الثاني، الحرب من أجل الثروات الباطنية في دير الزور بدأت تتضح. روسيا التي قصفت ميليشيا قسد في حقل للغاز أرسلت رسالة على ما يبدو لكل الراغبين في الثروات الطبيعية في المنطقة الشرقية أنها لن تسمح لهم بالسيطرة على الأرض الغنية بينما تنسحب قوات التحالف بالفترة ذاتها. فما السر من هذا الاستهداف؟ لماذا تنفي موسكو استهدافها لميليشيات قسد رغم تأكيد ذلك عبر الأقمار الصناعية؟ للحديث دائما تتمة وتفاصيل. أهلا بكم. أهلا بكم. انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق على الرغم من المخاوف الإقليمية والدولية من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. يشارك في الاستفتاء أكثر من 5 ملايين مقترع في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان، هي أربيل، السليمانية ودهوك، بالإضافة للمناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وحكومة بغداد. مع دخول أول ورقة في صناديق الاستفتاء لانفصال إقليم كردستان، نحيت المخاوف الإقليمية والدولية جانبا، وانتهت مرحلة الأقوال وبدأت مرحلة أكثر صعوبة وفق ما يراها كثيرون مقترنة بالأفعال. أكثر من 5 ملايين مقترع يدلون بأصواتهم في المحافظات الثلاث من الإقليم، وهي إربيل وسليمانية ودهوك، على أن يتم أعلان النتائج النهائية خلال 72 ساعة. زعيم الإقليم مسعود برزاني كان من أوائل المشاركين في التصويت فور فتح مراكز الاقتراع أبوابها تمام الساعة 8 بالتوقيت المحلي للبلاد. وأوضح البرزاني أن المرحلة الحالية تتطلب تعامل المجتمع الدولي مع الواقع، وأن الخطوة الأولى هذه لا تعني ترسيم الحدود مباشرة، بل ستعقبها مفاوضات مع بغداد قد تدوم لعام أو عامين أو فترة أطول لمناقشة ملفات الحدود والنفط والغاز والمياه والعلاقات الثنائية. أما مبدأ الشراكة معها من جديد فلم يعد واردا. تركيا بدورها سارعت في الرد على استفتاء الانفصال واعتبرته باطلا وغير شرعي، موصية مواطنيها بمغادرة الإقليم في أقرب وقت ممكن. وترافقت تصريحاتها بإجراءات مشددة على معبر الخابور الحدودي مع كردستان العراق، نافية إغلاقه مع إبقاء كافة الخيارات مفتوحة. رهان محفوظ بالمخاطر خرج من طور الاحتمال ودخل طورا آخر عملي سيترك الباب في الإقليم وما يجاوره مفتوحا على احتمالات عدة وحدها الأيام قد تكشف تفاصيلها. نناقش هذا الملف مع ضيوف. يبدأ من عمان باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية. مساء الخير أستاذ باسم. وكذلك أرحب بضيفي جدعان علي ممثل المجلس الوطني الكردي في إقليم كردستان من أربيل. أهلا بك أستاذ جدعان. وأرحب بك أستاذ بكير أتجان المحلل السياسي ضيفي من اسطنبول. لماذا أنت غاضب أستاذ أتجان؟ شكرا جزيلا. نعم، لماذا أنت غاضب؟ عفوا لم أستطيع أن أسمعك. عفوا. نعم، الآن تسمعني أستاذ أتجان؟ نعم. طيب، لكن الصوت يقطع بعض الأحيان. آمل ألا يقطع الآن.
قراءتك لما يدور الآن وما يحدث في كردستان العراق. طبيعي كما هو معروف، إلى بداية الاستفتاء هذا اليوم تركيا كانت متحفظة قليلا ولم تعطي تصريحات صارمة، ولكن مع بداية الاستفتاء هناك جاءت التصريحات المتتالية على لسان رئيس الجمهورية وعلى لسان رئيس الوزراء وعلى لسان وزير الخارجية عفوا. نعم. والكل يقولون بأن هناك عقوبات سوف تكون سياسية تجارية اقتصادية وحتى عسكرية لربما إذا لزم الأمر. نعم. طبيعي هناك أيضا عدم الاعتراف بهذا الاستفتاء وبنتائجه، وهذه خطة لن تكون متوقعة من تركيا لعدة أسباب. لنا علاقات جيدة جدا جدا مع إقليم كردستان، كانت جيدة جدا، وأيضا هناك تعاطف كبير لصالح إقليم كردستان من طرف القيادة التركية ومن طرف الشعب التركي. طيب. ولكن نعم. كل هذه نعم لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف إقليم كردستان، لذلك لأنها لن تؤخذ بعين الاعتبار كانت أستاذ بكير أرتجان التركي قوي جدا. نعم. نعم أنا أسمعك. هناك من يقول إذا سمحت لي، هناك مثل ما تركيا تحاول الحفاظ على أمنها القومي، لماذا لا يحق لأربيل أن يكون لها أمن خاص فيها؟ هذه نقطة. سأذهب بهذه النقطة للأستاذ باسم. أستاذ باسم الشيخ، ما هو موقف بغداد؟ لماذا بغداد الآن وكأنها تتجهز لعمل عسكري إذا حدث أعمال شغب؟ وهذا لم يحدث إلا إذا كان هناك خطة مدروسة حسب المحللين. تحية لك ولمشاهدي قناتكم ولضيوفك الكرام. أهلا بك. بالتأكيد بغداد ستتخذ مواقف أكثر صرامة وتشدد من التي تم الاطلاع عليها خلال اليومين السابقين، لأنها ترى في عملية الاستفتاء خروج عن الشرعية الدستورية والقانونية وعن الآليات التي تم الاتفاق عليها من دون مبرر، وترى فيها سياسة فرض الأمر الواقع المفروضة، لأنها سياسة أحادية تنتهجها أحزاب وقيادات أحزاب لا تمتلك صفة رسمية للقيام بعمل من هذا النوع حتى على مستوى التفاوض، لأن البرلمان الكردستاني تحديدا معطل وهنالك مشكلات حقيقية، فضلا عن أن الولاية الحقيقية للسيد البرزاني قد انتهت منذ سنتين من دون تمديد أو تخويل برلماني واضح. لذلك بغداد ترى في هذه الحركة هي حركة انفصالية تمردية لا تتوافق مع القوانين، فضلا عن أن المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي وكثير من الجهات رفضت هذه الخطوة لأنها تراها طيب. مغامرة بمصير شعبنا العراقي في كردستان. الآن الإجابات منك أستاذ جدعان علي. سياسة الأمر الواقع فرضتم، هذه نقطة. نقطة ثانية هي هذه حركة انفصالية تمردية. نقطة ثالثة هناك تركيا دول الجوار لن تعترف لا بهذا الاستفتاء ولا بنتائجه، بل ستفرض عقوبات تجارية وسياسية. سيكون هناك من الممكن أعمال عسكرية وأنتم أعلم بها. كيف تردون على كل هذه النقاط؟ مساء الخير. مساء الخير لك وللضيوف الكرام والأستاذ المشاهدين. أنا أعتقد قيادة إقليم كردستان من التسعينات وبعد 2003 والدستور 2005 كانت الظروف وقتها مواتية، إن كان لديها نية الانفصال. نعم. الظروف كانت أفضل من هذه الأيام بكثير. لا جيش عراقي، لا قوات على الأرض سوى القوات الأمريكية. وقتها كانت تستطيع القيادة الكردية أن تعلن الانفصال دون أي إشكال، لكن القيادة الكردية اختارت وبالتصويت وبالاختيار وبقرار برلمان الكردستاني أن يكونوا جزءا من العراق، من عراق فيدرالي
يأمن حقوق أو تكون الحقوق فيها مؤمنة لكافة مكونات الشعب العراقي. نعم. أقليم كردستان العراق من 2005 وحتى 2017 التهى وانشغل بالتنمية والبناء وتطوير والاستفادة من الواردات، والبناء شاهد على ذلك، والتطور العمراني والتطور المجتمعي واضح للعيان لكل من يزور إقليم كردستان. نعم. مقابل مناطق المركز، محافظات المركز كانت في تراجع وخلل أمني كبير، إلى أن المركز بلش بالخروقات الدستورية. الدستور اللي وضع للعراق بال 2005 وتم التصويت عليه. نعم. ينص الدستور على أنه جزء من واردات أو ميزانية العراق 17% لإقليم كردستان، والبيشمركة جزء من الجيش العراقي للدفاع عن المناطق الكردية. يجب من خلال الدستور يجب أن يكون الرواتب البيشمركة ورواتب الموظفين والميزانية من ميزانية العراق الفيدرالي. لكن الحكومات العراقية المتعاقبة من خلال الدستور الجديد لم تلتزم بالدستور، واخترقت بنود كثيرة وحاصرت إقليم كردستان، وأجبرت إقليم كردستان على التفكير بمنحى آخر بعيدا عن العراق والمركز، والسيطرة والحصار وقطع الأرزاق وقطع المواد وقطع السلاح وقطع كل شيء عن إقليم كردستان. طيب ماشي أستاذ جدعان فقط اسمح لي فرحا. طيب ماشي، اسمح لي أستاذ جدعان، ويا ريت زملائنا بأربيل إنه يعدلوا الصوت على ما يبدو السيد جدعان بسمع صوته، لأنه بتحدث شوي وهذا كان واضح من خلال حديثه. أعود إلى السيد بكير أتجان. أستاذ أتجان اسمح لي، طيب الآن الخشية التركية على إقامة دولة كردية فقط، أم الخوف على أنه تنتقل العدوى إلى تركيا؟ هناك من يقول لن تنتقل هذه العدوى إلى تركيا. سيدي العزيز، يجب أن لا تنتقل أولا. ليش؟ نعم. لأن إن كانت في العراق أو في تركيا، الأخوة الأكراد أو المكون الكردي عنده حقوق أكثر من التركي وأكثر من العربي المتواجد في العراق. أعطيك مثالا لماذا هذا الكلام. رئيس الجمهورية في العراق يعني هو أرفع رتبة أو مستوى موجود هو من أصول كردية، من المكون الكردي، إلى جانب وزير الخارجية كان الزيباري فترة طويلة، إلى جانب المسؤولين الآخرين إن كانوا في الجيش أو في القيادات الأخرى. ماذا يطلبون أكثر من هذا؟ هناك إذن عدالة ومساواة. ربما في مساوئ بالنسبة لتطبيق القانون، ولكن هذا كان ممكن أن تحل عن طريق الحوار. والدليل على ذلك وزير الخارجية التركي منذ فترة أسبوع تقريبا صرح فقال نحن لنا علاقات جيدة جدا مع إقليم كردستان، فإذا كانوا يريدون أن نكون الضامن، ولكن بشرط أن يذهبوا إلى حوار مع الحكومة المركزية لتحسين الأمور، وإذا كانت هناك خلافات لحل هذه الخلافات. ولكن مع هذا هم إذن يريدون شيئا آخر. ما هي هذا الشيء؟ أن يكونوا تحت يعني أمرة ناس آخرين. هم يريدون الخلاص من الأم ويريدون الخلاص من الأخوة. الأخوة أقصدون الأخوة الأتراك مع الأكراد ومع الشعب العربي. نحن عشنا 1000 سنة مع بعضنا البعض وكنا أخوة. والآن ماذا أصبح؟ لماذا لم يطلبوا حتى الحوار ولن يقبلوا الحوار، لا مع تركيا لا مع الحكومة المركزية ولا مع إيران، ويقولون نحن نريد دولة انفصالية. إذن هناك نيات أخرى. هل فعلا هم سوف يكونون تحت أمرة دولة إسرائيل التي منذ البداية تقول نحن إلى جانب انفصال، أم سوف يكونون قاعدة
فقط لخدمة المصالح الأمريكية في التقسيم وخدمة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. طيب يعني بس معلش أستاذ أتجان، يعني مين من الدول ليس لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها يا سيد أتجان؟ طيب الآن هناك علاقات طيبة بين تركيا وروسيا، هل تركيا وروسيا هل أصبحت الآن تركيا بالمنظور هي فقط خادمة للمصالح الروسية؟ إذا كان هناك دولة تعمل لمصالح أمريكا تصبح خادمة للمصالح الأمريكية؟ تفضل. أنا لماذا أسأل هذا السؤال؟ لماذا إذن الضغوط الأمريكية يطبقون الضغوط الأمريكية ولن يقبلوا به حتى نقاش وحوار مع الحكومة المركزية؟ الشعب الذي عاشوا معهم آلاف السنين، لماذا لم يقبلوا الحوار مع تركيا التي ما زالت تدافع وتعطي ما بجميع إمكانياتها تحت تصرف الإقليم، وأيضا إيران؟ إذن ما هذا؟ هناك يجب أن أشك بهذه العلاقة. لماذا هذه الدول البعيدة ونحن مجبورين أن نعيش مع بعضنا البعض؟ نحن جيران، نحن أخوة، نحن نعيش على نفس المنطقة، نفس الأرض، تاريخ مشترك، مصير مشترك، ولا يقبلون الحوار ويقولون كل شيء الحوار سوف تكون بعد الاستفتاء. لماذا إذن؟ ما هذه العجلة؟ هناك إذن أفكار وتطبيق يجب أن يكون لا أحد يعرفه ضمن اتفاق سري بين هذه الدول وإقليم كردستان، وأقصد هنا القيادة، ويتهربون من ما تريده الشعب التركي بالقيادة، ما تطلبه إيران، ما تطلبه الحكومة العراق، لأن هذه نقول نحن جيران، الجار قبل الدار، نحن أخوة. المكونات الكردية 20% من سكان تركيا من أصول كردية. لماذا إذا لا تناقشون معنا ماذا نفعل ولا تتحاورون معنا؟ وأمس رئيس الوزراء برزاني، نجرفان برزاني، صرح قال أكثر من شهرين نحن نريد الذهاب إلى تركيا ولكن لا نذهب وننتظر بعد الاستفتاء سوف نذهب. إذا كانوا بعد الاستفتاء هذا لا يقبل، هذا غير مرفوض. إذا ما القرارات التي أخذت مرفوضة تماما. ونقطة مهمة جدا، هم يطالبون بالعدالة والمساواة ويتهمون النظام العراقي بالمذهبية والطائفية. إذا هم ماذا يفعلونها؟ هل هذه أيضا مذهبية وطائفية وعرقية أم عشائرية بامتياز؟ نقطة مهمة، المناطق التي حرروها من داعش يقولون هذه مناطق أصبحت تابعة لنا. لماذا؟ لأننا نحن حررناها. هل هذا قانون الغابة؟ يعني هو القانون بالمقابل يا سيد أتجان. اسمح لي إذا طردت داعش، عفوا دقيقة بس، بس دقيقة، أنا حخلص دقيقة بس. هل من حق تركيا إذا كان طردت داعش من الباب وجرابلس هذه ملك تركيا تكون؟ أين حق الشعب السوري؟ أليس حق الأرض لسوريا؟ أليس للشعب السوري؟ هل من حق حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية التي طردت داعش بأنها حقها وحقوقها؟ ماشي، اسمح لي في المقابل ماشي سيد أتجان، اسمح لي سيد أتجان، وينفذون شيء يا سيد أتجان، اسمح لي سيد أتجان، اسمعني. القوي يأكل الضعيف. طيب اسمح لي سيد أتجان، السؤال لك أستاذ باسم الشيخ، والسؤال هو معاكس لما تفضل به السيد أتجان. يعني السيد أتجان تحدث إنه إذا حرروا المنطقة من داعش أصبحت ملك لهم. طيب بالمقابل إيران الآن أليست العراق ملك لإيران؟ الأولى الكرد العراقي بالعراق، الأولى الكرد السوري بالسوري، الأولى الكرد التركي بالتركي. أليس ذلك منصفا إذا كان السيد أتجان يتحدث عن الإنصاف والعدل؟ هذه نقطة ثانية، أليست حكومة بغداد طائفية؟ أليست حكومة بغداد حرمت الكرد من الكثير من الأمور؟ أليست حكومة بغداد ومن خلفها إيران قد تعاونت مع حزب الاتحاد، مع حزب العمال الكردستاني الموضوع على قائمة الإرهاب في تركيا ضد الكرد في سوريا في العراق؟ هذه كمان استفسارات. تفضل أستاذ باسم. يعني نبدأ بالاستفسار الأول. المقارنة والمقاربة مع حضرتك غير دقيقة وغير هي مش مني هذه مش مني أستاذ باسم. المستشارين يعني التساؤلات المستشارين نعم المستشارين الإيرانيين لا يمتلكون السلطة لفرض ولايتهم على الأرض العراقية أو الادعاء بعائديتها للجمهورية الإسلامية.
ما حدث في الأراضي المحررة من داعش. في اجتماع خاص مع السيد رئيس الوزراء العبادي عشية انطلاق عمليات قادمون يا نينوى، أبلغنا بأن هنالك اتفاق جنتلمان مع البيشمركة وبتنسيق عالي بأن الجيش العراقي لأول مرة سيدخل إلى حدود الإقليم للقيام بمهمات عسكرية لتحرير الكثير من هذه المناطق، وأن المناطق والأقضية التي ستحررها قوات البيشمركة. بس لحظة أستاذ باسم، لحظة الجيش العراقي ولا ميليشيات الحشد الشعبي في فرق؟ لا الجيش العراقي تحديدا القوات العراقية النظامية هي التي نسقت مع قوات البيشمركة. لكن فحوى الاتفاق الجنتلمان بين الحكومة وحكومة الإقليم، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كانت تقضي بأن يتم تحرير هذه الأراضي لا سيما المتنازع عليها أو المختلطة، ومن ثم انسحاب قوات البيشمركة وحل هذا الموضوع من خلال الذهاب إلى الآليات الدستورية، وهو ما أخل به الطرف الكردي بعد إتمام عملية التحرير. أعتقد نعم تفضل. نذهب باتجاه النقاط الثانية. نعم تفضل. المشكلة الحقيقية، يعني المشكلة الحقيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هي مالية بامتياز، استحقاقات مبيعات النفط، حصة رواتب البيشمركة، حصة الإقليم من الموازنة. عمليا أيضا ومنذ حزيران 2015 أوقفت الحكومة العراقية يعني تزويد الإقليم بحصة من الميزانية، وذهب الإقليم لتصدير نفط بشكل مباشر بما يعادل 20% من موازنة العراق، يعني أكثر من المقرر للإقليم ب3%. التساؤل الذي طرحه رئيس الوزراء في خطابه بالأمس كان واضح جدا، ليسأل قادة الإقليم أين تذهب واردات تصدير 900 ألف برميل يوميا؟ لماذا لا توضع في حسابات رسمية بالإقليم؟ لماذا توضع باسم حسابات شخصية لا يمكن تتبعها؟ وبالنتيجة الحكومة العراقية الآن ذهبت بتشكيل لجنة لملاحقة هذه الأموال وهذه الحسابات على أنها حسابات عراقية تابعة للدولة العراقية. يفوت الأخوة بالإقليم أن في الحكومات الاتحادية البرلمانية بالمقابل المليارات اللي كانت على زمن حكومة نور المالكي أين هي؟ يعني لماذا بتروحوا على كردستان وبتنسوا نور المالكي؟ المليارات اللي راحت وما إلى ذلك، والأجهزة اللي اشتروها للمتفجرات وللصواريخ في زمن أستاذنا العزيز الفساد شمل العراق جميعا، وبالتالي لا حكومة المالكي ولا قبل ولا حكومة السيد البرزاني بكل الحكومات المتعاقبة بهم كانت يدها نظيفة من الفساد، كلها تلوثت ذممها بالمال السحت الحرام على حساب الشعب العراقي سواء كانوا أكراد أو عرب أو سواهم. ولذلك الذهاب باتجاه هذا الطرف أو غير صحيح. نحن نعالج الآن أو نناقش مسألة أهم من موضوع الفساد، ذلك لأن أما فيما يخص النقطة الثانية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والتي يعتمدها أيضا القادة الكرد على أنها وحدة من الإخلالات بعدم تطبيق المادة 140 من الدستور وعدم حسم موضوع المناطق المتنازع عليها. التساؤل الآن لماذا توقفت اللجنة الخاصة بتطبيق المادة 140 عن عملها ولم تستطع أن تتوصل إلى نتيجة؟ لأنها اكتشفت بأن هنالك 300 ألف قيد في سجل الأحوال المدنية في كركوك تحديدا لا توجد لها أصول. هنالك عملية تزوير واضحة في هذه القيود، وهنالك عملية تكريد للمناطق المتنازع عليها خاصة كركوك وصولا إلى هذه الحالة. أستاذ باسم يتكلم عن عدم وجود نية للانفصال. طب هذه نقاط رئيسية، لكن ما بقي معي غير 3 دقائق. ما بقي معي غير 3 دقائق، ومن حق الأستاذ جدعان علي إنه يجاوب على كل التساؤلات طرحها الأستاذ أتجان واللي طرحتها حضرتك أستاذ باسم من هذه النقاط. أستاذ جدعان، بالمقابل يعني هالإقليم هو الصح وكل هالدول اللي رافض الموضوع هي خطأ؟ أدرك وأنت تعلم جيدا بأنه في السياسة ما في صديق ولا جار، في مصلحة. طيب هل من المعقول بأن كل هذه الدول اللي طالبت الجلوس مع إقليم كردستان غير قادرة على إعطائه مصالح؟
اللي جعل العلاقة بين أربيل وبين تركيا علاقة طيبة هو قادر على إعادتها وإحيائها من جديد. أنا أعتقد أستاذي الكريم مطالبة الشعب الكردي وقيادة إقليم كردستان بإجراء استفتاء لاستفتاء شعبه على حق تقرير مصيره بنفسه، أعتقد موافق للعهود والمواثيق الدولية، ولا يتعارض مع دستور العراق، ولا يتعارض مع حقوق الإنسان، ولا يتعارض مع الشرائع السماوية ولا الأرضية ولا الوضعية. أنا أعتقد في هذا الكلام الأخ الأستاذ بكير يتدخل بشؤون العراق أكثر من العراقيين، يتدخل بتفاصيل عراقية. الحكومة التركية نعم لها علاقات جيدة مع إقليم كردستان، ولكن ليس من حق الأتراك والحكومة التركية والرئيس التركي أعطاء الأوامر لإقليم كردستان تتصرفوا كذا ولا تتصرفوا كذا. ليس من حقكم تمنعوا شعب كردستان من الاستفتاء على مصيره بنفسه، وليس من حقكم أن تتباكوا على وحدة الأراضي العراقية أكثر من العراقيين. كردستان العراق قبل إسرائيل، الأكراد من قبل نشوء إسرائيل نشأ سنة 1948 صارت إسرائيل سنة 1946 جمهورية مهابات كردستان في كردستان إيران أنشئت، ظلت 11 شهر. طب أستاذ جدعان، إذا ما كانش من حق لا تركيا ولا رئيس تركيا، اسمح لي، إذا ما كانش من حق تركيا ولا رئيس تركيا إنه يعطي الأوامر، هل من حق رئيس حكومة العراق أن يعطي الأوامر؟ ولا ممنوع يتدخل كمان؟ رئيس حكومة العراق بموجب الدستور، نعم بموجب الدستور اقليم كردستان، قياده اقليم كردستان لم ولن توقف العلاقات والتعاطي والحوار مع بغداد. الوفود مستمره، اول امبارح وفد رجع من بغداد، وقبلها هيئه العليا للاستفتاء وفد كبير وعالي المستوى التقى برئيس الوزراء، التقى برئيس الجمهوريه، التقى بمكونات الحكومه العراقيه كامله، وشرحت لهم الوضع أننا سوف نستفتي للاعتبارات الموجودة لدينا وها هي مكتوبة أمامكم. طيب بالمقابل والآن اسمح لي الآن هناك تهديدات كبيرة، هناك تهديدات كبيرة اقتصادية وسياسية وعسكرية على الإقليم. الإقليم مهما كانت قوته فهو ضعيف أمام إيران وتركيا وحكومة بغداد، وأنت تعلم بأن إيران هي من تسيطر على حكومة بغداد، وتعلم بأن تركيا لن تسمح بإقامة هذا الاستفتاء، وهناك دعم روسي وما إلى ذلك. الاستفتاء قام، نعم. الحكومة التركية رئيس أردوغان قبل فترة عمل استفتاء على دستوره بمعارضة كل دول الإقليمية والدول العالم، ومجلس الأمن عارضوا، طالب تأجيل الاستفتاء على دستوره، على تعديل الدستور، وأصر على والانقلاب اللي حصل. أغلب دول العالم ما كانت متفقة على طريقة التعامل مع الانقلاب ونتائج الانقلاب. نعم. حكومة تركيا تتفق مع إيران بالرغم من العداوة التاريخية بينها. الشيعة والسنة تتفق على مصير على معاقبة الكرد لأنهم قرروا الاستفتاء. لا انفصال حتى تاريخه. سامحني معلش. ولا قرار للانفصال حتى تاريخه. نعم طيب ماشي راح أعطي الأستاذ أتجان أقل من دقيقة. هل يعقل؟ ماشي. هل يعقل حق طبيعي لشعب يمارس حقه الطبيعي أن يعاقب على ممارسة حق طبيعي إنساني؟ طيب سيد أتجان، كيف الأستاذ بكير كيف يفكر؟ طيب. بأي طريقة تفكر؟ ماشي. والدكتور باسم بأي طريقة تفكر؟ هل فعلا الأراضي المستقطعة هل حكومة إقليم كردستان هي السبب في المشاكل التي حصلت؟ هل ضياع الأموال في بغداد حكومة الإقليم هي السبب؟ طيب ماشي أستاذ بكير، هل عدم التوافق والتفاهم؟ هل ذهاب الموصل؟ ماشي هل ذهاب الموصل حكومة الإقليم هي السبب؟ طيب صحيح أستاذ بكير، يعني كل المشاكل اللي بتصير بالعراق شو دخل حكومة إقليم كردستان؟ هي السبب بهذا الموضوع؟ أعطيك الجواب بأقل من دقيقة، إلك دقيقة وللأستاذ باسم دقيقة حتى أنهي الملف. بترجاك أقل من دقيقة، تفضل. طيب على رأسي.
يعني ضيفك يسأل أني نحن ما لنا الحق. إذا لم يكن لنا الحق، هذا 20% من السكان يدعون بأن هناك سكان من أصول كردية من الأكراد. أليس الحق يعني أن يكون لنا علاقة مباشرة مع إقليم كردستان علشان هدول الإخوان المتواجدين في تركيا؟ أنت لا تقبل لأن هذه الحقوق كلها يجب أن يكون حوار من أجل حقوق هؤلاء الناس. الأستاذ بكير، أستاذ بكير، أنت لا تقبل العلاقة الاستثنائية، لا تقبل علاقة احترام متبادلة. إذا كانت الدولة تقدم المساعدات وكل ما تحمله عندما يطلبون، إن كانت عسكرية واقتصادية وسياسية، أليس من حقها أن تعرف وجهة نظر هذا الدولة ماذا تفكر؟ لأن هناك حزب العمال الكردستاني ما زالت في سنجار، ما زالت في قنديل تهدد أمن واستقرار تركيا. أليس من الواجب أن يكون حوار بين بعضنا البعض؟ إذا لم يكن حوار كيف تحل هذه المشاكل؟ أستاذ بكير أتجاه المحلل السياسي من اسطنبول، والأستاذ جدعان علي من أربيل قال من خلال شهرين نحن نطالب بزيارة لتركيا، تركيا لا توافق على ذلك. أستاذ جدعان سيكون هناك الملف موجود. أستاذ جدعان ولا تبغون الحوار. أستاذ جدعان الملف موجود، نتحدث عنه في أيام قادمة إن شاء الله. جدعان علي ممثل المجلس الوطني الكردي من إقليم كردستان أربيل، شكرا لك. سيد بكير التجان محلل سياسي من اسطنبول، شكرا لك. أستاذ باسم الشيخ، المفروض أعطيك دقيقة، نعطيك إياها إن شاء الله حلقات قادمة. رئيس تحرير جريدة الدستور العراقية ضيفي من عمان، شكرا لك. فاصل إلى فاصل. احذر من الكتابة في دولة قمعستان، قد تقطع أصابعك.